واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على الحروف العربية نفسها، ولكن من زاوية ثالثة. عندما كانت العرب في زمن النبوة تنطق حروف الهجاء، كيف كانت تجعل اتجاه ضغط الحرف؟ هل كانت العرب تقول ما فيضغطون الميم إلى أعلى، أم يقولون ما فلا يضغطونها إلى أعلى بل تنحدر إلى خارج الفم؟ هل كانوا يقولون خاء فيضغطون الخاء إلى أعلى أفواههم، أم كانوا يقولون خاء فتنحدر الخاء إلى خارج الفم من غير انضغاط إلى أعلى الفم؟ درس أئمتنا كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف، وعلى رأس هؤلاء الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ومن بعده الإمام العظيم سيبويه رحمهم الله، كيف كانت العرب تنطق وكيف نقل القراء ذلك من التلاوة المنقولة عن التلاوة النبوية. فقسموا الحروف العربية إلى مجموعتين. مجموعة كانت العرب في زمن النبوة عندما تنطقها تضغط أصواتها إلى أعلى أفواههم، وهذه المجموعة 7 أحرف جمعوها بقولهم خص ضغط قض. خص ضغط قض. الخص يعني هو الذي يشبه ما يسميه أهل الحجاز الروشان، عبارة عن يعني مثل الشباك من الخشب المتعامد بالطول وبالعرض، وبينه فراغات يحجب الرؤية ويسمح للهواء بالدخول، ويعني يعطي البيت من الخارج منظرا جماليا. هذا في بعض البلاد يسمونه الخص، وفي بعض البلاد يسمونه الروشان، لعلها كلمة غير عربية. الضغط معروف، والقض مشتق من القيض وهو شدة الحر. يعني كلمات حاول علماؤنا، لأن الحروف ال7 هذه ثقيلة فيصعب تكوين كلمة يعني أو جملة واضحة المعنى أكثر من ذلك. خص ضغط قض، هذه ال7 كانت العرب إذا نطقتها ضغطتها إلى أعلى الفم. وما عدا هذه ال7 22 حرفا الباقية كانت العرب إذا نطقتها تخرجها إلى خارج الفم منحدرة هكذا، فيقولون سا ما ع دا وهكذا، ولا يقولون صا ما دا، لا يفعلون ذلك في الحروف غير المستعلية. سمى علماؤنا المجموعة الأولى حروف مستعلية لأنها تستعلي إلى أعلى الفم، وسموا الحروف 22 الباقية حروف مستفلة لأنها تستفل وتنحدر في الفم ولا تستعلي إلى أعلى. ما قلته نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، والتي نرى عليها البيت 22 من منظومة المقدمة، والتي يقول فيها إمامنا الجزري كما نرى في تتمة البحث الماضي: وبين رخو والشديد للعمر، ثم قال وهو بحثنا اليوم: وسبع علو خص ضغط قض. حصر يعني حصرها علماؤنا في هذه الحروف ال7، وليست كلمة حصر داخلة في الحروف المستعلية. إذن 7 علو يعني 7 أحرف مستعلية. خص ضغط قض، هذه هي ال7. نرى على اللوحة الاستعلاء والاستفال. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، المجموعة الأولى من الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت حروف مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي 7 كما أسلفت: خص ضغط قض. والمجموعة الثانية مستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. إذن هذه هي الحروف العربية: خص ضغط قض مستعلية، والباقي مستفل. نرى اللوحة التي بعدها، والتي من خلال الصور التي عليها نستطيع أن ندرك معنى الاستعلاء ومعنى الاستفال. نرى على اللوحة التي على اليمين، الصورة التي على يمين اللوحة، مثالا لحرف من حروف خص ضغط قض، وهو حرف القاف. كتب تحت الصورة: تصعد الصوت بحرف مستعل.
تصعد الصوت بحرف مستعن. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أن الأسهم تدل على أن الإنسان العربي كان إذا نطق القاف انضغط صوتها إلى أعلى الفم. قا قا قا، هكذا نطق القاف العربية الفصيحة. لا يصح أن نقول كا كا هكذا ضعيفة أو قريبة من الكاف. بينما على الصورة التي على يسار اللوحة نرى مخرج الكاف ونرى الأسهم التي تدل على انحدار الصوت عند النطق للكاف أو النطق بالكاف، انحدار الصوت بحرف مستفل، ومثاله كما نرى الكاف. كا، لاحظوا هكذا انطقوا بارك الله فيكم هذا الحرف كا كا، فلا تجدون أن صوت الكاف قد انضغط إلى أعلى الفم. ولا نقول مثلا كا كا، هذه الطريقة كا ليس نطقا عربيا، ما كانت العرب تفعل ذلك. إذن مثال المستعلي قا. وأيضا لو أحببنا أن نأخذها حرفا حرفا نقول من خص ضغط انقذ نقول خا صا ضا غا طا قا ظا، والباقي كما أسلفت مستفل ما دا سا ع كا، كل هذه الحروف الباقية كلها مستفلة لا يتجه ضغطها إلى سقف الحلق أو إلى قبة الحنك كما نرى في الصورة التي على يمين اللوحة. الأسهم على يمين الصورة اليمنى في اللوحة الأسهم فيها تتجه إلى قبة الحنك، وإن شئت فقل سقف الحلق. ماذا يترتب على هذا الانضغاط إلى أعلى الفم؟ يترتب عليه شيء يسميه العلماء التفخيم، وسنتعرض له إن شاء الله عند قول الإمام الجزري وحرف الاستعلاء فخم في الأبيات التي تأتي معنا في الحلقات القادمة بإذن الله. لولا أني أشرح الجزرية لشرحت التفخيم هنا بعد هذه اللوحة، ولكن متابعة للإمام الجزري رحمه الله فإننا في هذا المكان من شرح المنظومة تكلمنا عن الاستعلاء وحروف الاستعلاء، وعندما نصل بإذن الله تعالى إلى قوله وحرف الاستعلاء فخم نتكلم على التفخيم ومراتبه ومعناه، وأنه نتيجة من نواتج الاستعلاء. نعم، هذا هو معنى قول الجزري رحمه الله وسبع علو خص ضغط قض حصر